النهارده انا جايب لك خريطه كامله من الالف للياء بكل التفاصيل لو عايز تبدا على اليوتيوب وتعمل دخل من قبل ما تحقق الشروط اللي هي 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده. ايه ده، هو انا ممكن اكسب من اليوتيوب حتى من قبل ما احقق شروط الربح؟ لو مشيت على الخطوات اللي انا جايبها لك النهارده ينفع، وهمشي معاك خطوه بخطوه في كل تفصيله كبيره وصغيره، من اول ازاي تعمل قناه على اليوتيوب من تحت الصفر، ازاي تختار اسم احترافي للقناه في المجال اللي هتقدمه، وازاي تكتب وصف مظبوط للقناه يكون مليان كلمات مفتاحيه تساعد الخوارزميات ان هي توصل القناه بتاعتك لاكبر عدد من الناس، ازاي هتصمم صوره او لوجو للقناه بتاعتك، وازاي هتعمل البانر وتحط العلامه المائيه، وايه هي المواقع اللي هتساعدك تعمل كل الكلام ده بمنتهى السهوله. وبعدين بندخل للمرحله الثانيه، ازاي هصمم فيديو لليوتيوب من غير ما اطلع فيه لا بوشي ولا بصوتي، وايه المواقع اللي هتساعدني ان انا اعمل فيديو زي ده، وايه الاوامر اللي انا هستخدمها علشان اطلع فيديو جودته عاليه ومقبول على اليوتيوب. بعدين ندخل على المرحله الثالثه وهي مرحله مهمه جدا، ازاي هرفع الفيديو على اليوتيوب بشكل مظبوط، ازاي هكتب الاسم والوصف والهاشتاجات علشان اضمن ان الفيديو بتاعي يحقق سكور في الاس اي او عالي، فبالتالي الخوارزميات تزقه قدام وتوصله لاكبر عدد من الناس. بعدين بندخل على المرحله الرابعه والاخيره، ازاي بقى هندمج كل اللي احنا عملناه ده مع برنامج تسويق بالعموله يخلينا نستغل المشاهدين اللي هيدخلوا على القناه ونكسب منهم من قبل ما نحقق الشروط. من الاخر كده يا معلم، انا النهارده جاي احط قدامك كورس شامل لاكتر مجالين ممكن تكسب منهم اونلاين، وهم صناعه المحتوى على اليوتيوب والتسويق بالعموله. وقبل ما نبدا في فيديو النهارده يا ريت ما تنساش تعمل لايك تقديرا منك للمجهود اللي اتحط في الفيديو ده، وبسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا فتره كبيره مش بننزل فيديوهات على القناه، تقريبا شهر ونص، وده كانت لظروف شخصيه عندي، فانا بعتذر لكم قبل اي حاجه، وان شاء الله الفتره الجايه هيكون في مواضيع كتير جدا اتمنى ان هي تعجبكم. فيديو النهارده بقى معلم دسم جدا ومليان معلومات من اول دقيقه لاخر دقيقه، علشان كده بنصحك لو مش هتعرف تشوفه كله على بعضه مره واحده اعملوا سيف علشان ترجع له تاني. طب ليه الفيديو ده بقى مهم قوي كده؟ علشان مش بديلك معلومات منفصله، يعني ازاي تعمل قناه على اليوتيوب، وازاي تعمل فيديو مقبول لليوتيوب، وازاي ترفع الفيديو ده على اليوتيوب بشكل مظبوط، وازاي تشترك في برنامج تسويق بالعموله وتربطه بالقناه بتاعتك اللي على اليوتيوب. كل حاجه من اللي انا قلتها لك دي تعتبر فيديو منفصل، فعشان ما ادكش حته وبعد كده اقول لك استنى الجزء الثاني، بعد كده الجزء الثالث والجزء مش عارف ايه اتاخر وانت تفقد الشغف في النص، انا قلت اجمع لك كل الكلام ده في فيديو واحد وانت تعيش براحتك. يعني لو انت شخص صفر في اليوتيوب وصفر في التسويق بالعموله، انا بديك الفيديو ده بقول لك خد يا معلم اتفرج على ده وبعديه روح اشتغل، مش هتحتاج اي حاجه. وتعالى بقى ما نضيعش وقت اكتر من كده وندخل في الموضوع. كلنا عارفين ان اليوتيوب هو من مصادر الدخل الاساسيه على الانترنت، ويكاد يكون رقم واحد. وبرضه كلنا عارفين ان المحتوى الاجنبي تقريبا بيكسب 6 اضعاف المحتوى العربي، بس المطب في انك علشان توصل للارباح اللي احنا بنتكلم عليها دي في شروط معينه لازم تحققها، وبرضه كلنا عارفينها مش هنضحك على بعض. 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده، وللامانه بقى مش هضحك عليك انت اخويا، الموضوع صعب ومرهق جدا، خصوصا موضوع ال 4000 ساعه ده. علشان كده في فئه كبيره من الناس بتزهق وبتحبط قبل ما توصل لموضوع ال 4000 ساعه ده، وتيجي في النص تقرر ان هي توقف. طب لو جينا فكرنا فيها بالعقل كده، ليه بيحصل كده اصلا؟ يعني ليه الناس دي بتزهق وبتوقف؟ عشان ببساطه معلم انا عمال اشتغل واتعب واجيب افكار واصور ومنتج وارفع على اليوتيوب، وفي الاخر ما خدتش ولا مليم. طب ليه؟ عشان ما حققتش الشروط. طب لو قلت لك بقى ان انت ممكن في فتره ما قبل تحقيق الشروط دي تعمل دخل من القناه بتاعتك، هتعمل ايه؟ هتكمل وهتستمر وهيكون عندك دافع اكبر ومش هتكون مستعجل على الموضوع، ودي اهم نقطه. طب هنعمل كده ازاي بقى؟ تعالى كده افهمك وركز معايا. من اكتر المجالات اللي عليها اقبال على اليوتيوب خصوصا في المحتوى الاجنبي هو مجال السفر والسياحه، لان في فئه كبيره من الناس اللي لم يكن اغلبهم مش بيروح يزور مكان غير لما يخش الاول ياخد عنه فكره من اليوتيوب. ايه اهم المعالم اللي فيه، ايه المزارات السياحيه اللي فيه، المكان ده شكله عامل ازاي، المناظر الطبيعيه فيه عامله ازاي، ممكن انزل هناك اقعد فين، ايه احسن مكان ممكن انزل فيه، كل الكلام ده. بل خليني ازيدك من الشعر بيت، ان اصلا في ناس مش بتكون مقرره هي هتقضي الاجازه بتاعتها فين، وبتدخل تاخد افكارها من اليوتيوب. افضل 10 مدن في اوروبا، افضل 10 معالم سياحيه في اسيا، احسن 5 شواطئ ممكن انت تقضي فيهم الصيف، وهكذا. وفي الحقيقه النوعيه دي من الفيديوهات بتجيب ملايين المشاهدات، وهوريك بعينك كمان شويه. طب تمام يا عم احمد، انا معاك في كل اللي انت قلته ده وموافقك عليه، بس انت برضو لسه ما فهمتنيش ازاي هكسب من القناه قبل ما احقق الشروط. عن طريق بقى معلم ان انت بتربط القناه بتاعتك ببرنامج تسويق بالعموله ليه علاقه بالسفر والسياحه، وليكن مثلا منتجات ومستلزمات للسفر. اصل فكره ان انت تحقق 4000 ساعه مشاهده على القناه بتاعتك ده كتير قوي، ده معناه ان في ناس كتير قوي هتدخل عندك على القناه
وطبعا دخول الحمام مش زي خروجه، دخلت عندي نفعني، وده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله بالتفصيل. تعالى بقى ندخل في اول جزء في رحلتنا النهارده، وهو ازاي هنعمل قناه على اليوتيوب. في الحقيقه فكره انشاء قناه على اليوتيوب قد يعتبرها البعض ان هي حاجه سهله. ايه يعني هندخل على اليوتيوب بالجيميل بتاعي وهنعمل انشاء قناه ونحط الاسم معلم وشكرا بقى عندنا قناه على اليوتيوب؟ طب خليني اقول لك كده ان المؤشر الاول لنجاحك او فشلك على اليوتيوب بيبدا من وانت بتعمل القناه، من اول الاسم بتاع القناه وصوره البروفايل والبانر اللي احنا بنعلقه على القناه من فوق، وبعدين بيجي الوصف بتاع القناه والكلمات المفتاحيه اللي لازم تبقى في الوصف علشان الخوارزميات، وايه هي اصلا الخوارزميات دي، وازاي القناه بتاعتي هتوصل للناس. كل الكلام ده لازم يبقى في دماغك وانت بتعمل القناه. اقنعتك انا كده؟ ها؟ اقتنعت؟ تمام. بس الاهم من الاقتناع انك تطبق، وعشان كده يلا بينا الاول فيديو عملي معانا النهارده، وهو ازاي هنعمل كل الكلام اللي احنا قلنا عليه ده، وايه المواقع اللي هتساعدنا نعمل كل الكلام ده بمنتهى السهوله. ويلا بينا ونرجع تاني. طيب يلا بينا شباب كده واحده واحده. طيب اول حاجه هتعملها ان انت هتروح تفتح الاكونت بتاع اليوتيوب بتاعك العادي اللي انت فاتحه دلوقتي وبتتفرج عليا منه. هتطلع فوق على اليمين وهتدوس على الصوره الشخصيه بتاعت الاكونت بتاعك، وبعدين هتنزل على سويتش اكونت، وطبعا مش هتلاقي فيه غير تشانل واحده بس اللي انت فاتحها دلوقتي وبتستخدمها عادي. بعد كده هننزل وندوس على فيو اول تشانلز، هيدخلك بعد كده على الصفحه دي، وزي ما قلت لك مش هتلاقي غير تشانل واحده اللي هي العاديه بتاعتك، بس هتلاقي جنبها في حاجه اسمها كرييت ا تشانل، وهي دي اللي احنا عايزينها. وطبعا اول خطوه هنعملها اننا هنختار اسم للقناه بتاعتنا. هنروح نفتح شات جي بي تي علشان يساعدنا ان احنا نختار اسم للقناه بتاعتنا، وطبعا شات جي بي تي بيدينا نتائج احسن لما بنديله الاوامر بالانجليزي، وعشان كده هنروح نجري ونفتح عمك جوجل ترانسليت. بعد ما تروح تفتح جوجل ترانسليت هتكتب زي ما انا كاتب كده بالظبط، اكتب لي اقتراحات ل 50 اسم لقنوات يوتيوب بتتكلم على السفر والسياحه، ويكون الاسم مختصر وجذاب للمتابعين. وبعدين اروح اخد الترجمه بتاعتها كوبي وارجع على تشات جي بي تي واحطها له بيست، وطبعا في ثواني هيكتب لي ال 50 اقتراح اللي انا عايزهم، مش محتاج اي تعب. طيب ايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟ هل مطلوب مني ان انا اشوف ايه اكتر اسم عجبني فيهم واخده كده زي ما هو اروح احطه في القناه بتاعتي؟ لا يا معلم، في خطوه مهمه جدا الاول لازم تعملها. احنا لازم الاول نشوف الاسم اللي احنا اخترناه ده في قنوات على اليوتيوب واخده نفس الاسم ولا لا، لان ساعات شات جي بي تي بيطلع لك اقتراحات لاسامي قنوات موجوده بالفعل. طب تعالى مثلا نجرب ناخد الاسم ده ونشوف، فيكيشن فايبس. هنروح نفتح اليوتيوب ونيجي في السيرش بار ونحط الاسم بتاعنا، وهتلاقي فعلا زي ما انا قلت لك ان في قناه على اليوتيوب شغاله بالفعل وعندها 22000 متابع واخده نفس الاسم بالظبط. طب تعالى نرجع لتشات جي بي تي ونجرب اسم تاني، وليكن مثلا الاسم ده ترافل ترندز. الله، برضه لقينا قناه ليها نفس الاسم، ده ايه الشغلانه دي؟ طب تعالى نرجع تاني ونجرب يمكن التالتة تابتة. بس هو ده اللي احنا عايزينه، يبقى كده الاسم ده اللي هو توريزم تيبس، مفيش اي قناه تانية على اليوتيوب واخداه. هترجع لي تاني يا معلم على الصفحه الاولانيه اللي احنا كنا فيها، وهنحط الاسم اللي احنا اخترناه ونوافق على الشروط والاحكام ونقول له كرييت. لو لقيته دخلك على الصفحه دي ومطلع لك الشريط الاحمر ده، ما تتخضش، كل اللي عليك ان انت هتروح تعمل سويتش اكونت وتختار القناه الجديده اللي احنا عملناها، وهي دي القناه اللي احنا عملناها. بس طبعا هي لسه فاضيه على الاخر ومحتاجه شغل كتير علشان نبدا نقول عليها ان هي قناه على اليوتيوب. طيب تعالى بقى كده واحده واحده وركز معايا ونشوف ايه هي الخطوات اللي انت محتاج تعملها. اول حاجه هنعملها اننا هنروح ندخل على كاستمايز تشانل، هينقلك على حاجه اسمها يوتيوب ستوديو، وده المكان اللي انت بتتحكم فيه في اعدادات القناه بتاعتك. هقول له كونتينيو. اول حاجه مطلوب مننا ان احنا نعملها اننا نظبط الشكل الخارجي بتاع القناه، يعني هنحط الصوره بتاعت القناه ونعلق البانر ونكتب الوصف، وتعالى نقول بسم الله ونبدا بالصوره. هتروح تفتح عمك جوجل وهتدور على موقع اسمه كيتل، وده موقع هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تصمم الصوره بتاعت القناه. بعد ما هتدخل على الموقع هيفتح لك الصفحه اللي قدامك دي زي ما انت شايف، وبعدين هتيجي هنا وهتدوس على تراي كيتل فور فري. وكعاده اي موقع هيطلب منك ان انت تدخل اسمك والميل بتاعك، ودي خطوه سهله مفيش فيها مشكله. وبعدين هيسالك كام سؤال في السريع كده، انت عايز تستخدم كيتل في ايه؟ فهنقول له ديزاين فور فن. وبعدين انت سمعت عننا فين؟ ممكن نقول له على اليوتيوب. وبعدين بيقول لك انت استخدمت الموقع ده قبل كده؟ فهنقول له لا. وبعدين بيقول لك ايه اول حاجه حابب تبدا التصميم فيها؟ فهنقول له لوجوز. وبعدين هيدخلك على الصفحه دي يا معلم اللي فيها تصاميم كتير جدا، اختار منها اللي انت عايزه ودوس عليه. انا عن نفسي ممكن اختار التصميم اللي بالاسود ده، حاسس ان هو هيبقى شكله حلو في اللوجو بتاع القناه. وبعدين هنا هيبقى كل اللي مطلوب منك ان انت تجيب اسم القناه وتحطه مكان الكلام اللي مكتوب في اللوجو، وفي الاخر هيطلع لك الشكل البسيط ده، وهو ده اللي احنا محتاجينه، مش عايزين حاجه مكعبله. وبعدين نطلع فوق على اليمين وندوس على داونلود، وبعدين هنرجع تاني على القناه بتاعتنا وهنيجي على الجزئيه بتاعت الصوره وندوس ابلود، وبعدين هنختار التصميم اللي احنا لسه عاملينه ونقول له done. بعد ما حطينا الصوره بتاعتنا تعالى ندخل على الخطوه اللي بعد كده وهي البانر. ولازم تاخد بالك ان البانر ده بيبقى ليه مقاسات معينه، مش اي صوره تنفع تحطها.
فانت عشان تظبط المقاسات بتاعه البانر دي مظبوط، خد الموقع ده عندك. هنروح على عمك جوجل ونعمل سيرش على ويبك، وبعدين اول شارع على ايدك الشمال هتدخل فيه على طول. وكالعاده اول حاجه هتعملها ان انت هتعمل لوج ان بالايميل بتاعك على الموقع، وبعدين هيقول لك انت عايز تستخدم ويبك في ايه، هنقول له بيرسونال يوز، استخدام شخصي. وبعدين هيدخلك على الصفحه دي، وكل اللي هتعمله انك هتروح على شريط البحث ده وتكتب يوتيوب بانر. وحاول دايما وانت بتختار البانر بتاعك ان هو يكون بسيط، ما فيهوش اي كعبله كتير. انا عن نفسي ممكن اختار الصوره الساده دي اللي باللون الازرق، هتبقى كفايه بالنسبه لي. بعد ما يفتح لك الصوره يا معلم هتمسح كل العناصر اللي ملهاش لازمه، وبعدين هنروح نجيب اسم القناه بتاعنا ونحطه في نص البانر. وبعدين عشان الصوره بتاعتنا ما تبقاش ساده زياده عن اللزوم، هنروح نشوف اي ايكون كده ونحطه جنب الاسم. ممكن مثلا نختار الايكون بتاع اليوتيوب ده ونظبط مقاسه بالشكل ده. ولو عايز تسيبها كده زي ما هي مفيش مشكله، لو عايز تحط اي حاجه جديده من اختيارك انت برضو الموضوع يرجع لك. انا مثلا ممكن اجيب الايقونه بتاعت الطياره دي بما اننا بنتكلم عن السفر ونحطها هنا، وكده تمام قوي. هطلع فوق واعمل داونلود، وبعدين هنرجع القناه بتاعتنا علشان نحمل صوره البانر اللي احنا عملناها، وبعدين اقول له دن. وبعدين في الخطوه الثالثه هتنزل تحت خالص وهتيجي على الجزئيه بتاعت الفيديو ووتر مارك، ودي العلامه المائيه اللي بتبقى موجوده على الفيديو بتاعك علشان محدش يسرقه. والمتعارف عليه في الجزئيه دي في اغلب القنوات ان انت بتحط الصوره بتاعت اللوجو بتاعك. فاحنا هنيجي هنا وهندوس ابلود وهنختار الصوره بتاعت اللوجو، وبعدين نقول له دن. وبعدين هتلاقي هنا في عندك 3 اختيارات، انت عايز اللوجو ده يظهر في اول الفيديو ولا في اخر الفيديو ولا في الفيديو كله. وطبعا دي حاجه ترجع لك انت، مش هتفرق معانا في حاجه. وبعدين لو بصيت معايا هنا هتلاقي ده الاسم بتاع القناه، لو حابب ان انت تغيره بعد كده هتغيره من هنا. وبعدين لو بصيت معايا هنا هتلاقي ده الاي دي بتاع القناه اللي هو بيبقى محطوط في اللينك بتاع اليوتيوب. وطبعا لو حابب ان انت تغيره برده مفيش مشكله، ممكن تغيره، اهم حاجه ان هو ما يكونش متوافق مع اي قناه تانية. وبعدين عندنا الجزئيه بتاعت الديسكريبشن او الوصف بتاع القناه، ودي مهمه جدا جدا جدا. طيب هنكتب الوصف ده ازاي بقى؟ تعال اقول لك. هنروح على عمك جوجل وفي شريط البحث هنكتب جيميناي، والموقع ده يعتبر نسخه من شات جي بي تي بس هو تبع جوجل. وهنا كل اللي عليك ان انت تديله بس الامر اللي انت محتاجه وهو هيكتب لك الوصف بتاع القناه مظبوط. وعلشان اسهل عليك بقى القصه دي كلها وما تقعدش تدور على الامر اللي انت عايز تكتبه، هتلاقي في امر جاهز انا كاتبه لك وحاطته لك تحت في الديسكريبشن. كل اللي عليك ان انت هتاخده وتحطه هنا وتغير بس فيه الاسم بتاع القناه. وبعد ما غيرنا الحاجات اللي احنا عايزين نغيرها هيبقى هو ده الشكل بتاع البرومبت بتاعنا، ونقول له اوكي. وفي اقل من 5 ثواني هتلاقيه كتب لك الوصف بتاع القناه بتاعتك. هتاخده كده زي ما هو يا معلم وتروح تحطه في الديسكريبشن. وبعدين هتلاقي هنا عندك مديك اللينك بتاع القناه جاهز، لو عايز ان انت تاخده وتحطه في اي حته بره عندك مفيش مشكله. وبعدين هنا في الجزئيه بتاعت لينكس ممكن تحط اي صفحات سوشيال ميديا ليها علاقه بالقناه بتاعتك. وبعدين في الخانه بتاعت الايميل هنا ممكن تحط الايميل بتاعك للتواصل، بس طبعا يفضل ان هو يكون ايميل مختلف عن الايميل بتاع القناه. وبعد ما خلصنا هنطلع فوق وندوس ببلش، وده الشكل بتاع القناه بتاعتنا بعد ما خلصنا الاعدادات الاوليه للقناه. طيب لحد هنا احنا خلصنا الاعدادات الاوليه للقناه. تعالى بقى نشوف ايه هي الاعدادات المتقدمه اللي برضو لازم تعملها. هنروح على الصوره بتاعت القناه بتاعتنا اللي فوق على اليمين، وبعدين هنختار يوتيوب ستوديو، وبعدين على ايدك الشمال كده تحت شويه هتلاقي سيتنجز، وبعدين هنروح على تشانل اللي هي اعدادات القناه. هتلاقي في عندك 3 تابات فوق، هاتلي الاخيره اللي هي خصائص القناه. هتلاقي هنا في عندك 3 خصائص لاي قناه يوتيوب. هتلاقي في عندك خصائص مبدئيه وخصائص متوسطه وخصائص متقدمه. الخصائص المبدئيه كده كده بتتفعل معاك اول ما تعمل القناه، فانت مش محتاج تعمل فيها حاجه. ولو جيت بصيت هنا معايا هتلاقيها معموله انيبل. طيب تعالى لي بقى على الخصائص المتوسطه. الخصائص المتوسطه للقناه بتديك 3 مميزات. اول حاجه ان انت تقدر تحمل فيديو اكبر من 15 دقيقه. الحاجه الثانيه ان انت تقدر تحط كاستم ثامبنيل للفيديو بتاعك اللي هي الصوره المصغره. طبعا كلنا عارفين ان دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الحاجه الثالثه ان انت تقدر تطلع لايف ستريم على اليوتيوب او تطلع فيديوهات لايف. طيب لحد دلوقتي ال3 حاجات دول غير مفعلين على القناه بتاعتنا. طيب احنا عايزين نفعلهم بقى. هنعمل كده ازاي؟ عن طريق ان احنا هنوثق القناه بتاعتنا برقم التليفون. فهنيجي هنا وهندوس على فيريفاي فون نمبر، وبعدين هيدخلك على الصفحه دي علشان تكتب رقم التليفون بتاعك علشان يبعت لك الكود عليه. بص بقى يا معلم كده وركز معايا عشان في حته مهمه محدش هيقولها لك. في الفترة الأخيرة في مشاكل كتير قوي ظهرت مع شركة جوجل بالنسبة لأرقام التليفونات المصرية. طيب معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن حضرتك تيجي تكتب التليفون بتاعك تلاقيه بيقول لك إن التليفون ده غير مقبول وبدون أسباب. هي في مشكلة عندهم في جوجل وهم طلعوا واعترفوا بيها. طيب تعال نجرب كده مع بعض ونشوف، وبعد كده أقول لك إيه الحل اللي أنا وصلت له. أنا هدخل التليفون بتاعي عادي جدا ومفيش أي مشاكل. فجأة هلاقيه بيقول لي إن التليفون بتاعك فيه مشكلة وإن إحنا مش هنقدر نبعت لك عليه الكود، استخدم تليفون تاني. وخد بالك إن النمرة اللي أنا استخدمتها دي هي نمرة 011. طيب لو حصلت معاك نفس المشكله دي يا معلم وجربت اكتر من تليفون
وبرضه اليوتيوب ما قبلهوش. هتعمل ايه؟ الطريقه اللي انا جربتها ونفعت معايا ولقيت اكتر من حد بيتكلم عليها على اليوتيوب انك تحاول تختار رقم فودافون. وخد بالك ان المشكله اللي موجوده دي هي لسه مشكله حديثه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني القناه بتاعتي اللي انت بتتفرج عليها دي دلوقتي، ايام ما انا كنت بعملها انا دخلت التليفون بتاعي عادي جدا ومفيش اي مشكله، بس دي مشكله لسه موجوده مؤخرا. فانت عشان تتفادى المشكله دي حاول تختار رقم فودافون، وهو ده اللي انا عملته واتقبلت معايا من اول مره، ما كانش فيها اي مشكله. المهم اول ما هيتبعت لك الكود يا معلم هندخله هنا وهندوس على سبميت، وبعدين هتلاقيه بيقول لك ان انت كده نمره التليفون بتاعتك اتوثقت على القناه. وزي ما انت شايف معايا احنا كده فعلنا المميزات المتوسطه اللي موجوده على القناه بتاعتنا. وبعدين هتلاقي عندك الاختيار الثالث اللي هو المميزات المتقدمه، ودي انت مش هتعمل فيها اي حاجه، انت بس هتستمر في نشر الفيديوهات وهي هتتفعل لوحدها. وبعدين تعال نكمل باقي الاعدادات المطلوبه للقناه. وزي ما عملنا في الخطوه اللي فاتت هتطلع فوق على صوره القناه بتاعتك ومنها على استوديو يوتيوب. وبعدين برضو هنروح على التشانل اللي هي اعدادات القناه، ومن البيزك انفورميشن هنختار البلد اللي احنا قاعدين فيها. هنفتح السهم اللي موجود هنا ده وهنختار مصر. وبعدين عندك جزئيه مهمه جدا 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 اوعى ان انت تغفل عنها نهائي، وللاسف دي غلطه شنيعه بيعملها الناس على اليوتيوب ان هم بيسقطوا الحته دي وبتخسرهم كتير، وهي ايه الكلمات المفتاحيه للقناه بتاعتك. لان انت طبعا عارف ان اليوتيوب محرك بحث، وعلشان القناه بتاعتك توصل اكتر للناس على اليوتيوب لازم تبقى حاطط فيها كلمات مفتاحيه قويه جدا في المجال بتاعك. طيب ازاي هكتب الكلمات المفتاحيه دي؟ يعني انا هكتبها من دماغي ولا في حاجه ممكن تساعدني؟ خد عندك يا معلم الموقع ده، هتروح تفتح عمك جوجل وهتكتب في شريط البحث رابيد تاجز، واول شارع على ايدك الشمال فوق هتتوكل على الله وتدخل فيه. هيفتح لك الموقع البسيط ده اللي ما فيهوش اي كعبله، وبعدين هننزل ندوس على تاج جنريتور. وكل اللي عليك هنا ان انت تكتب المجال بتاعك في شريط البحث، وهو هيكتب لك الكلمات المفتاحيه القويه الخاصه بالمجال ده. فاحنا مثلا هنكتب له ترافل اند فيكيشنز، وزي ما انت شايف في ثواني جاب لك كل الكلمات المفتاحيه المنتشره على اليوتيوب الخاصه بالمجال بتاعك. هننزل تحت وهندوس على كوبي تاجز، وهنروح على الجزئيه بتاعت الكي ووردز ونعمل بيست. وطبعا بتعمل بيست بكنترول في لو المعلومه مش عندك يعني، ودي خطوه مهمه جدا كانت لازم تتعمل، وهتشوف بنفسك هتفرق معاك قد ايه. وبعدين هنرجع تاني للسيتنجز بتاعتنا، بس المره دي هنروح على ابلود ديفولتس وهندخل على ادفانسد سيتنجز، وبعدين هتيجي تحت في اللغه بتاعت الفيديوهات وهتختار انجلش، وده هيساعد ان اليوتيوب يوصل المحتوى بتاعك لناس اجانب اكتر. وبعدين هنروح على الخانه بتاعت الكاتيجوري او التصنيف، وهننزل شويه بالقائمه بتاعتنا كده ونختار ترافل. وكل اللي احنا بنعمله ده الغرض منه ان احنا نفهم اليوتيوب تصنيف القناه بتاعتنا علشان يوصل المحتوى بتاعنا لناس مستهدفه. وننزل تحت وندوس سيف، وكده احنا خلصنا الاعدادات بتاعت القناه بتاعتنا وبقت جاهزه ان احنا نبدا ننشر عليها الفيديوهات. وبكده احنا بقى عندنا قناه على اليوتيوب جاهزه للشغل. تعالى بقى نروح لتاني جزء في رحلتنا النهارده، وهو تصميم اول فيديو لينا على اليوتيوب. بص خلينا متفقين ان فكره ان انت تعمل فيديو بدون ظهور على اليوتيوب مش حاجه سهله، بالرغم ان في مواقع كتير جدا بتقدم لك الخدمه دي. الواحد مننا يا عيني اول ما بيدخل مجال اليوتيوب بيلاقي حقوق الملكيه في وشه ومراجعه القناه في قفاه. فانت لو الفيديو بتاعك مش مظبوط بنسبه 100%، كل الشغل اللي انت عملته هيروح على الارض. ولو مش مأمن الفيديو بتاعك من انذارات حقوق الملكيه صح، اعتبر نفسك فشلت من قبل ما تبدا. خليني اقول لك ان انا جربت مواقع كتير جدا لتصميم الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وهتلاقي منهم كذا موقع انا شرحتهم وموجودين هنا على القناه. بس عن تجربه شخصيه مش هتلاقي موقع يديك فيديو مظبوط ويحميك من حقوق الملكيه زي موقع انفيديو. وده ببساطه لان موقع انفيديو بيديك الوصف اللي انت عايزه بالظبط، ده غير ان هو عنده مكتبه فيديوهات كبيره جدا فبيطلع لك الفيديو اللي انت عايزه بالمقاس. ده غير ان هو الموقع الوحيد اللي بيديك ميزه ربط القناه بالموقع، فانت اي فيديو هتصممه على الموقع وتروح تنزله على القناه بيكون محمي من حقوق الملكيه بنسبه 100%. وللامانه عشان ما كنتش بضحك عليك، هو الموقع مدفوع مش مجاني. هتقول لي ليه البواخه بقى دي يا عم احمد؟ ما احنا كنا ماشيين كويس. هقول لك لو عايزني اجيب لك مواقع مجانيه ممكن اجيب لك كذا موقع واعمل لك عنهم فيديو منفصل بعد كده، انما في الكورس ده انا حابب ان كل حاجه فيه من اوله لاخره تطلع مظبوطه، لان اي خطأ صغير قد كده في اي جزئيه الخطه كلها باظت. تعالى بقى نروح للموقع ونشوف هنصمم اول فيديو لينا على اليوتيوب ازاي. طيب خلينا قبل ما نروح على موقع انفيديو ونبدا الشغل، تعالى اوريك حاجه على السريع. لو رحنا فتحنا اليوتيوب وعملنا بحث عن اشهر 10 اماكن سياحيه في العالم في 2024، وتعالى مثلا بص معايا على الفيديو الاولاني ده فيديو بعنوان احسن 25 مدينه تزورها في 2024. الفيديو ده لحد دلوقتي جايب 1,100,000 مشاهده ونازل من 9 شهور بالظبط. طيب انا ليه بوريك الفيديو ده دلوقتي؟ علشان عايز اسالك سؤالين. السؤال الاول وانت بتتفرج معايا على الفيديو كده، هل انت تعتقد ان كل اللقطات والمناظر اللي طالعه في الفيديو دي صاحب الفيديو هو اللي مصورها بنفسه؟ وطبعا الاجابه واضحه ومش محتاجه تفكير، اكيد لا.
كل اللقطات اللي طالعه في الفيديو دي هي ستوك فوتج وجايه من على النت. طيب السؤال التاني، هل انت تعتقد ان صاحب الفيديو هو اللي معلق بصوته على اللقطات والمدن اللي بتظهر في الفيديو؟ طب تعالى نسمع مع بعض كده وبعد كده نجاوب على السؤال. 22 Cyprus. In the sun-soaked embrace of the eastern Mediterranean, Cyprus unfolds as a captivating odyssey, its mist-laden peaks. As you traverse its stone profound transformation from a barrier to a bridge, painting a masterpiece that ignites the وبرضه الإجابة واضحة ومش محتاجة تفكير، أكيد لأ. الصوت اللي احنا سمعناه ده هو صوت فويس اوفر معمول بالذكاء الاصطناعي. طيب يبقى كده النتيجة اللي احنا طلعنا بيها ان ده فيديو نازل على اليوتيوب من 9 شهور بالظبط ومعدي المليون مشاهدة، واللقطات اللي فيه والفويس اوفر اللي عليه معمولين بالذكاء الاصطناعي. وهي دي المعلومة اللي انا كنت عايز اوصلها لك. ودلوقتي تعالى نشوف ازاي نعمل فيديو زي ده ويمكن احسن كمان. هنروح نفتح موقع انفيديو وهتلاقي اللينك عندك في الديسكريبشن، وبعدين هندوس على تراي انفيديو اي اي. وطبعا كعاده اي موقع بتدخل تشتغل عليه بيطلب منك ان انت تعمل اكونت بالايميل بتاعك. بعد ما هتدخل الايميل بتاعك هيطلب منك ان انت تدخل اسمك، وبعد كده نقول له كونتينيو، وبعد كده بيسالك انت سمعت عننا فين، فهنقول له من اليوتيوب وبرده نقول له كونتينيو. وبعدين هيقول لك انت عايز تستخدم موقع انفيديو في ايه، فهنقول له في الكونتنت كرييشن، صناعه المحتوى، وبرده كونتينيو. بعد كده هيدخلك على الصفحه السهله والبسيطه اللي قدامك دي. وهنا كل اللي بيبقى مطلوب منك ان انت تكتب في المربع اللي قدامك ده الشكل التخيلي اللي انت عايز تعمل عنه الفيديو. وطبعا بيبقى ليك الحريه الكامله في الكتابه، يعني مش بتبقى مقيد باسلوب معين، انت بتكتب اللي انت عايزه والموقع بيحلله ويديك الفيديو. بس خليني اقول لك، علشان الفيديو بتاعك يطلع مظبوط واحترافي لازم البرومبت او الامر اللي انت هتكتبه يكون الكلام فيه متنسق بطريقه معينه. وطبعا بما انك داخل دلوقتي تتفرج عليا علشان تتعلم ازاي تعمل فيديو مظبوط، فهتلاقي تحت في الديسكريبشن في فايل انا سايبه لك، هتلاقي فيه البرومبت اللي احنا هنشتغل عليه في الفيديو بتاع النهارده جاهز ومكتوب. وطبعا البرومبت ده انت ممكن تاخده وتشتغل عليه كل الفيديوهات بتاعتك اللي جايه، مجرد بس ان انت هتغير العنوان او الموضوع بتاع الفيديو. ودي هديه صغيره مني كده للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. طيب يلا بينا كده، هناخد كل الكلام اللي مكتوب ده كوبي وهنرجع على موقع انفيديو ونحطه بيست، وبعد كده هنقول له جنريت. هنستنى لما الموقع يحمل شويه، وهو في المرحله دي بيحلل الكلام اللي انت اديته له، وبعد كده هيطلع لك البوكس الصغير ده ويقول لك اللي انا فهمته من الكلام اللي انت كتبته لي الاتي. والله انا فهمت ان الاودينس او المشاهدين اللي انت بتستهدفهم هم الناس اللي بيدوروا على فكرة السفر. وبيقول لك ان انا برضو فهمت ان الجو العام اللي انت عايزه للفيديو هو انسبيريشنال، او ان هو يكون مشجع للناس ان هم يسافروا. وبعدين بيقول لك ان انا فهمت ان انت عايز تنشر الفيديو ده على منصة اليوتيوب. فلو انت موافق على الكلام اللي هو قاله ده ومش محتاج تغير فيه حاجة، هتقول له كونتينيو. وبعد كده مش مطلوب مننا اي حاجة غير اننا نستنى الفيديو بتاعنا وهو بيتعمل. وبعد ما خلص التحميل هو ده الفيديو بتاعنا، تعال نتفرج عليه مع بعض. The world is a vast and wondrous place, teeming with diverse cultures and breathtaking landscapes. Join me, Ahmed Nabil, as we unveil 10 must-visit destinations for your 2024 travel bucket list. Get ready to be inspired to pack your bags and create unforgettable memories in your memory long after you've bid it adieu. Step into a world of serene temples and the ethereal beauty of cherry blossoms, and imagine the roar of the crowd. Marvel at the awe-inspiring art of the Sistine Chapel is a masterpiece of modern architecture. Relax on the golden sands of Bondi Beach, a surfer's paradise. وهو ده الفيديو اللي احنا عملناه، وزي ما انت شايف معايا كده ما يختلفش اي حاجة عن الفيديو اللي احنا شفناه على اليوتيوب نازل من شوية وجايب مليون مشاهدة. وطبعا بعد ما الفيديو بتاعك بيتعمل ويتعرض قدامك بالمنظر اللي انت شايفه ده، بيبقى لسه عندك امكانيه التعديل في كل تفصيله كبيره وصغيره في الفيديو. يعني لو عايز تغير الموسيقى، او عايز تغير التعليق الصوتي، او حتى عايز تغير السكريبت المكتوب، او تشيل لقطات او تحط لقطات، كل ده بيبقى لسه متاح عندك، ممكن تغيره زي ما انت عايز. بس طبعا لو دخلنا في الجزئيه دي دلوقتي وشرحناها بالتفصيل هتاخد مننا وقت كبير جدا، فعشان كده بنصحك ان انت ترجع للشرح التفصيلي بتاع موقع انفيديو اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، اللي هتلاقي فيه كل التعديلات دي مشروحه بالتفصيل، وهتلاقيني سايب لك الفيديو ده تحت في الديسكريبشن. بعد بقى ما هتخلص كل التعديلات اللي انت عايز تعملها على الفيديو بتاعك، هتيجي هنا وهتدوس على داونلود. وعشان ما ننساش وعشان ما تقولش ان انا بخبي عنك معلومه، احب افكرك بس ان موقع انفيديو هو موقع مدفوع، فانت لو عايز تحمل الفيديو بتاعك من غير اي علامات مائيه لازم تشترك في الموقع الاول. وبعد ما نقول له داونلود هيدخلك على الصفحه دي اللي بيبدا يجهز فيها الفيديو بتاعك للتحميل. هنستنى لحد ما الفيديو بتاعنا يخلص تحميل، وكده الفيديو بقى جاهز للرفع على اليوتيوب. طيب كده احنا عملنا القناه وصممنا الفيديو. تعال بقى نروح لثالث مرحله في رحلتنا النهارده، وهي ازاي هنرفع الفيديو
على اليوتيوب. لازم تبقى عارف ان مرحله رفع الفيديو على القناه مش مجرد ان انا بدوس على ابلود وهو نصيبه، لان الفيديو بتاعك لو ما اترفعش بطريقه مظبوطه على القناه اعتبره ما اترفعش واعتبره مش موجود، ولا هيظهر لحد ولا حد هيشوفه. لازم تبقى فاهم كويس ان اليوتيوب ده هو محرك بحث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس تدخل عليه تدور على موضوع معين عن طريق ان هي تكتب كلمات معينه في شريط البحث، فيبدا يتعرض عليها النتائج. الكلمات دي يا معلم بنسميها الكلمات المفتاحيه. فانت لو عايز الفيديو بتاعك يظهر اكتر للناس ويظهر اكتر في محركات البحث لازم يكون متشبع بكلمات مفتاحيه تخص المحتوى بتاعك. طب الكلمات المفتاحيه دي بتبقى موجوده فين؟ في عنوان الفيديو ووصف الفيديو والهاشتاجات اللي على الفيديو. هوريك كمان شويه واحنا بنرفع الفيديو عملي ازاي تكتب كلمات مفتاحيه مظبوطه للفيديو بتاعك. بس قبل ما ندخل على الشرح العملي بقى في حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها. هو ايه اللي بيخلي اليوتيوب يقرر هل الفيديو بتاعك هينتشر ويجو فايرال ولا هيندفن وسكتم بكتم لا من شاف ولا من دري؟ في عامل مهم جدا لازم تبقى فاهمه وعلى درايه بيه، بنسميه impression click through rate او CTR. بنسميه بالبلدي كده معدل النقرات على الفيديو بتاعك. طب ايه بقى CTR ده؟ تعال افهمك. سعادتك اول ما بترفع الفيديو بتاعك على اليوتيوب بيبدا اليوتيوب يحط الفيديو بتاعك في كذا اختبار، اهمها اختبار معدل النقرات. طب ازاي بقى بيحصل الكلام ده؟ عن طريق ان اليوتيوب بيبدا يعرض الفيديو بتاعك لعدد معين من الناس، وبعدين يبدا يقيس كام واحد من الناس دول اول ما هيشوف الفيديو على الهوم بيج بتاعته هيدوس عليه ويفتحه، وكام واحد اول ما هيشوف الفيديو هيسكرول ويعديه. يعني لو الفيديو بتاعك ظهر ل10 بني ادمين منهم 2 بس هم اللي داسوا عليه وفتحوه، فبيبدا اليوتيوب يعمل ايه؟ يقلل من انتشار الفيديو بتاعك. ولكن بقى على العكس، لو افترضنا ان 7 اشخاص من ال10 اول ما شافوا الفيديو داسوا عليه وفتحوه، بيبدا اليوتيوب يظهروا العدد اكتر من الناس. طب هنا بقى في سؤال بيفرض نفسه، هو ايه اصلا اللي بيخلي الناس اول ما تشوف الفيديو تدوس عليه دونا عن باقي الفيديوهات؟ حاجتين مهمين جدا، العنوان والصمنيل او الصوره المصغره. وبناء عليه بنخرج بنتيجه انك لو عايز الفيديو بتاعك ينتشر اكتر ويوصل اكتر للناس نهتم بحاجتين، العنوان والصوره المصغره. وكفايه بقى كلام نظري لحد كده، وتعالى نشوف ازاي هنرفع الفيديو على اليوتيوب وازاي هنكتب العنوان ونصمم الصوره المصغره. طيب تعالى بقى نشوف ازاي هنرفع الفيديو بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه من شويه على اليوتيوب. هنروح نفتح القناه بتاعتنا ومن علامه الزائد اللي فوق هندوس على ابلود فيديو، وبعدين هندوس على سيلكت فايلز علشان نختار الفيديو اللي احنا عملناه، وهي دي صفحه تحميل الفيديو اللي احنا هنبدا نشتغل عليها. طبعا لو بصيت معايا تحت كده هتلاقي ان الفيديو بتاعنا مستمر في التحميل مفيش اي مشاكل، وعقبال ما الفيديو بتاعنا بيخلص التحميل بتاعه احنا بنكون شغالين في اعدادات الفيديو. اول حاجه هنعملها ان احنا هنمسح العنوان اللي هو حاطه عشان ده عنوان الفايل اللي احنا رافعينه مش عنوان الفيديو اللي احنا هننزله. طيب علشان نكتب عنوان للفيديو بتاعنا هنعمل ايه؟ هنروح على عمك جوجل وهنفتح شات جي بي تي. بعد ما هنفتح شات جي بي تي هتيجي على الشريط اللي تحت بتاع الاوامر وتكتب زي ما انا كاتب، اكتب لي 10 عناوين لفيديو على اليوتيوب يتحدث عن افضل 10 اماكن سياحيه في العالم، وبعدين اقول له اجعل العنوان قصير ويجذب المشاهدين ويحتوي على كلمات مفتاحيه مناسبه لمجال السفر والسياحه، وبعدين في الاخر اقول له خلي لي العناوين بالانجليزي. هتلاقيه في ثواني كتب لك 10 عناوين، هتختار منهم يا معلم اللي يعجبك واللي انت شايفه مناسب. وبعدين ناخد العنوان بتاعنا كوبي ونيجي هنا في خانه العنوان ونحطه بيست، وبعدين في الخانه اللي بعديها هننزل على وصف الفيديو، وزي ما عملنا في العنوان بالظبط هنعمل في الوصف. طب هو ده ينفع يا ابو حميد؟ ينفع عادي، وهيكتب لك وصف زي الفل. هنروح لشات جي بي تي وبرده في الشريط بتاع الاوامر هنكتب له الاتي، هنقول له اكتب لي وصف الفيديو على اليوتيوب بيتحدث عن افضل 10 اماكن سياحيه في العالم، وخلي الوصف ده فيه كتير من الكلمات المفتاحية لمجال السفر والسياحة وخليه باللغة الإنجليزية. هتلاقيه كتب لك الوصف بتاع الفيديو في ثواني، وكمان كاتب لك الهاشتاجات معاه اللي هتعلي الفيديو بتاعك. هناخد الوصف بتاعنا زي ما هو كده كوبي وهنروح على الفيديو بتاعنا ونحطه بيست. بعد كده تعالى نروح للخطوة الثالثة في إعدادات الفيديو بتاعنا النهاردة، وهي الثامبنيل أو الصورة المصغرة. وتعالى بقى أقول لك إزاي نعمل صورة مصغرة بسيطة وفي نفس الوقت تشد الناس. هتروح على عمك جوجل وهتفتح لي موقع بيكسلز. بس قبل ما نفتح موقع بيكسلز تعالى بص معايا كده على الصور المصغرة اللي بتبقى نازلة على الفيديوهات اللي في نفس المجال بتاعنا. هتلاقيها كلها عبارة عن منظر طبيعي وفي كلمة أو كلمتين في النص وشكرا على كده، ما فيهاش رغي كتير. فاحنا هنفتح موقع بيكسلز وهنيجي في الشريط بتاع البحث ده وهنكتب حاجة ليها علاقة بالمناظر الطبيعية، وليكن مثلا ايلاند أو جزيرة. طبعا هيطلع لك صور كتير جدا، كل اللي عليك ان انت تختار الصورة اللي عجباك. انا مثلا هختار الصورة دي ونعمل لها داونلود. بعد كده يا معلم هتروح لي على موقع جوجل تاني، بس المرة دي هنفتح موقع كانفا. وبعد ما هنفتح موقع كانفا هنختار يوتيوب ثامبنيل او الصور المصغرة الخاصة باليوتيوب، وبعدين هطلع فوق على اليمين من الجزئية بتاعت الداونلود وهسحب الصورة اللي انا لسه منزلها، وبعدين طبعا هفرد الصورة بتاعتي علشان تملى المكان بتاع التصميم بالكامل، وبعدين هاجي فوق من على الشمال كده وهندوس على edit image،
وبعدين هنيجي من الفلترز هنا وهنختار الفلتر اللي اسمه لونا علشان يدينا الوان احسن للصوره. اظن لحد كده الكلام سهل وجميل ومفيش فيه اي مشكله. ركز بقى معايا في الخطوه دي. هتروح لي على عمك جوجل وهتفتح لي حاجه اسمها ادوبي باك جراوند ريموفر. هيفتح لك الموقع الجميل والبسيط ده اللي بيشيل لك الخلفيه بتاعت اي صوره. وطبعا انت مش فاهم احنا بنعمل كده ليه دلوقتي، بس انا هفهمك. هنيجي هنا وهندوس على ابلود وهنختار الصوره اللي احنا حملناها، وهنستنى شويه لحد ما يخلص التحميل بتاعه، وبعدين هندوس على داونلود. هترجع لي تاني على موقع كانفا وهتسحب الصوره اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي على الموقع. بعدين على قد ما تقدر بقى حاول تحط لي الصورتين فوق بعض بالظبط. هتجتهد فيها شويه بس هو الموضوع سهل يعني ما فيهوش اي حوارات. اعتقد ان الدنيا تمام قوي لحد كده. وبعدين نفس اللي عملناه في الصوره الاصليه هنعمله في الصوره دي كمان. هنروح على الفلترز وهنختار الفلتر اللي اسمه لونا علشان الالوان بتاعت الصورتين تكون مطابقه. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنروح على الجزئيه اللي على الشمال اللي اسمها تكست وهندوس على اد هيدنج، وبعدين في البوكس اللي هيطلع لنا ده هنكتب 2024، وبعدين نكبر المقاس بتاعها زي ما انت شايف كده وكمان نديها اللون الابيض. وبعدين من الجزئيه دي لو حابب ان انت تغير الخط بتاع الكلام مفيش مشكله، لو عايز تسيبه زي ما هو برضو الدنيا تمام مفيش في مشكله. وبعدين هنظبط المقاس بتاع الكلمه بتاعتنا ان هي تبقى فوق الجبل اللي قدامك ده بالظبط. ولو انت مش فاهم لحد دلوقتي احنا بنعمل كل ده ليه، هتفهم التركايه دلوقتي. هتيجي على الكلمه بتاعت 2024 وتضرب لي واحده كليك يمين ومنها تختار لاير، وبعدين من القائمه اللي هتظهر لك دي هتختار شو لايرز، وبعدين هتيجي من على اليمين هنا وهتطلع الصوره الثانيه اللي احنا عملناها على الموقع فوق كلمه 2024 عشان في الاخر الصوره تطلع زي ما انت شايفها كده ويبقى في عمق للصوره وتطلع كلمه 2024 جايه من ورا الجبل. ممكن تبان بالنسبه لك ان هي حاجه تافهه بس صدقني الحاجات الصغيره دي هي اللي بتفرق من فيديو لفيديو. وبعدين تعالى نضيف كلمه ثانيه للصوره بتاعتنا. فاحنا هنيجي هنا برده من الخانه بتاعه التكست وهندوس على اد سب هيدنج، وتعالى مثلا نكتب الكلمه بتاعتنا ترافل، وممكن نحطها في الجزئيه دي تحت كلمه 2024. وزي ما عملنا في الكلمه الاولانيه هنعمل في الكلمه الثانيه وكليك يمين ولاير وشو لايرز، وبنفس الطريقه هتسحب لي الصوره فوق الكلمه علشان تظهر ان الكلمه جايه من ورا الجبل. وانا شايف ان الصوره مناسبه قوي لحد كده، مش عايزين نعك فيها اكتر ونعمل لها داونلود على الشكل اللي هي فيه ده. هنطلع فوق على اليمين وهندوس على شير ومنها على داونلود، وشكرا على كده. هنرجع بقى للفيديو بتاعنا اللي زمانه خلص تحميل زي ما انت شايف من زمان وكاتب لك تحت ان كل حاجه كومبليتد ومفيش اي مشاكل. وهنروح على الجزئيه بتاعت الصمنيل وهنعمل ابلود فايل، وهنختار الصوره اللي احنا عملناها وندوس اوبن، وزي ما انت شايف كده الصوره نزلت كفر على الفيديو بتاعك. وبعدين تعالى نكمل اعدادات الفيديو بتاعنا. لو نزلت معايا تحت شويه كده هتلاقي حاجه اسمها بلاي ليست، ودي حاجه زي قوائم كده انت ممكن تعملها على القناه بتاعتك، بس طبعا لما تبدا تنشر اكتر من فيديو. وطبعا في الحاله بتاعتنا دي احنا لسه بننشر اول فيديو على القناه، فطبعا احنا مش محتاجين البلاي ليست في حاجه. وبعدين لو نزلت تحت شويه هتلاقيه بيسالك سؤال بيقول لك هل في اي حاجه تخص الاطفال في الفيديو بتاعك؟ فاحنا هنقول له لا مفيش اي حاجه تخص الاطفال في الفيديو بتاعنا. وبعدين هننزل تحت شويه كده هنلاقي حاجه اسمها التاجز، ودي جزئيه مهمه جدا جدا جدا، ودي الكلمات المفتاحيه الخاصه بالفيديو بتاعك، ونصيحه مني اوعى تهملها. فاحنا هنروح على عمك جوجل وهنستخدم الموقع اللي احنا استخدمناه اول الفيديو خالص اللي ادانا الكلمات المفتاحيه الخاصه بالقناه اللي هو رابت تاجز. بس المره دي احنا مش هنكتب مجال معين زي ما عملنا اول مره، احنا المره دي هنديله عنوان الفيديو بتاعنا. هنروح ناخد العنوان بتاع الفيديو بتاعنا زي ما هو كده كوبي، وهنروح على موقع رابت تاجز ونحطه بيست، وبعدين هناخد برضو كل الهاشتاجات اللي هو طلعها لنا دي كوبي، ونرجع تاني في المكان بتاع التاجز في الفيديو بتاعنا ونحطها بيست. وبعدين احنا كده خلصنا اول صفحه مش محتاجين نعمل فيها اي حاجه تاني، هتسيب باقي الاعدادات زي ما هي. في الصفحه الثانيه هتلاقي في عندك 3 اختيارات، بس عشان ده اول فيديو لينا فاحنا مش محتاجينهم. بس خليني اقول لك على السريع هما بيتكلموا عن ايه عشان لما تبدا تكتر الفيديوهات بتاعتك. الحاجه الاولانيه وهي السب تايتلز، وده الكلام اللي بيظهر على الفيديو وهو شغال، يعني من الاخر كده التعليق الصوتي بيكتبوا لك على الفيديو، ودي حاجه ترجع لك، عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها مش هتفرق في الفيديو بتاعنا في حاجه. وبعدين عندنا الجزئيه الثانيه اللي هي اد اند سكرين، ودي الفيديوهات اللي بيقترحها لليوتيوب للمشاهد في اخر الفيديو بتاعك. يعني المشاهد بعد ما يتفرج على الفيديو بتاعك ويوصل للاخر هتلاقي اليوتيوب بيقترح له كذا فيديو من القناه بتاعتك ان هو يدخل يتفرج عليهم. طبعا دي حاجه انت مش هتعرف تعملها غير لما يبقى عندك اكتر من فيديو على القناه، فاحنا مش محتاجينها في حاجه. وبعدين هتلاقي الجزئيه الثالثه اللي هي اد كاردز، ودي الاقتراحات اللي انت بتقترحها للمشاهد وهو بيتفرج على الفيديو. يعني مثلا هتلاقيني في اغلب الفيديوهات بتاعتي بقول لك ايه، هتلاقي الشرح بتاع الحته الفلانيه في الفيديو الفلاني هيظهر لك فوق هنا دلوقتي، اهو ده الكاردز بقى. وطبعا الصفحه دي مش هنعمل فيها اي حاجه دلوقتي لان زي ما قلت لك ده اول فيديو لينا على القناه. وبعدين بيدخلك على الصفحه الثالثه اللي هي التشيكس. في الصفحه دي لو في اي حاجه تخص حقوق الملكيه على الفيديو بتاعك هتلاقيها طالعه لك هنا. بس طبعا احنا الفيديو بتاعنا الحمد لله تمام وما فيهوش اي مشاكل في حقوق الملكيه زي ما انت شايف.
ودي الميزه بتاعت موقع انفيديو اللي انا كنت بكلمك عليها. المهم هننزل تحت وهندوس نيكست علشان يدخلنا على اخر صفحه، ودي الصفحه اللي انت بتحدد فيها الميعاد اللي انت عايز تنشر فيه الفيديو بتاعك. يا اما عايز تنشره دلوقتي، يا اما عايز تحدد له ميعاد معين في اليوم، النهارده او بكره او بعده الفيديو يتنشر فيه. ولو عايز تسمع النصيحه يعني، احسن وقت تنشر فيه الفيديوهات على اليوتيوب هو من الساعه 8 بالليل لحد الساعه 12، وهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. هنيجي هنا وهندوس على كلمه بابليك، وبعدين هننزل تحت وهنروح على السكادجول علشان نحدد الميعاد بتاعنا. هتختار الميعاد اللي انت عايزه من القائمه اللي هتنزل لنا دي، وزي ما قلت لك انا هختار ميعاد الساعه 8. وشكرا على كده، هتنزل تحت وهتدوس على كلمه سكادجول علشان يتنشر في الميعاد اللي انت محدده. وبكده احنا رفعنا الفيديو على اليوتيوب. ولحد هنا معلم، لو انت شخص عايز تشتغل على اليوتيوب بس، اقدر اقول لك مبروك، انت كده خلصت الكورس، ممكن تروح تشتغل، ومش مطلوب منك غير انك بس تستمر في النشر وتكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها، وشكرا على كده. وتبدا بقى رحله تحقيق الشروط بتاعتك علشان تقدر تكسب من اليوتيوب. ولكن لو انت شخص دماغك شغاله وعايز تستغل كل فرصه ممكنه ممكن تطلع منها فلوس حتى من قبل ما تحقق الشروط، يبقى احنا كده لسه ما خلصناش. كلنا عارفين ان شروط الربح على اليوتيوب هم 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده. ومن خبرتي في الموضوع ده بقول لك ان حوار 1000 مشترك ده مش قصه، هتوصل لهم من غير ما تحس بيهم. ولكن 4000 ساعه مشاهده ده رقم مجعلص شويه، وهياخد منك وقت ومجهود كبير جدا. فانت لو معرفتش تستغل الوقت ده وتطلع منه حاجه، يبقى بنسبه كبيره جدا ممكن توصل للاغلبيه مش هتكمل. ده غير ان انت هتحس ان الوقت طويل قوي عليك لانك شغال من غير مقابل مادي، فانت طبيعي ان انت هتزهق. 4000 ساعه مشاهده ده معناه ان في عدد كبير من الناس فعلا هيدخل عندك على القناه. واكيد احنا مش هنسيب الناس دي تدخل وتطلع كده بلوشي. احنا غير ان احنا بنقدم لهم افكار للسفر والسياحه، وكمان بنقدم لهم افكار لاماكن يزوروها في الاجازه بتاعتهم، احنا كمان هنقدم لهم منتجات ومستلزمات خاصه بالسفر. ليه بقى؟ علشان الشيء لزوم الشيء. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا هنصمم صفحه حلوه كده بنفس الاسم بتاع القناه، ونجمع عليها اكتر المنتجات اللي عليها طلب عالي في مجال السفر. وبعدين ناخد اللينك بتاع الصفحه الحلوه اللي احنا عملناها دي ونحطه في وصف الفيديوهات اللي احنا بنرفعها. فكده يا معلم انت بتضرب عصفورين بحجر واحد. انت كده كده شغال على القناه بتاعتك وبتكبرها وبتوسعها، وفي نفس الوقت بتستغل الترافيك العالي على القناه بانك تبيع منتجات وتكسب منها. تعالى بقى نروح للخطوات العمليه ونشوف ازاي هنصمم الصفحه اللي قلنا عليها دي. هتروح على عمك جوجل وهندور على موقع اسمه kit.co، وطبعا الموقع ده احنا كنا شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، بس علشان الناس اللي لسه بتتفرج علينا دلوقتي في الكورس ده جديد وحابه ان هي تشتغل، تعالى نعيد على اهم النقط الاساسيه اللي هتساعدك ان انت تعمل الصفحه بتاعتك اللي احنا قلنا عليها. هيفتح لك الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع وهتطلع فوق على اليمين وهتعمل ساين اب، وبعدين هيطلب منك كالعاده ان انت تسجل الايميل بتاعك، ودي خطوه سهله مفيش فيها اي مشكله. بعد ما هتسجل الايميل بتاعك هيدخلك على الصفحه دي، هنطلع فوق على اليمين وهنعمل اديت بروفايل. اول حاجه هيطلبها منك هي الصوره الشخصيه او اللوجو بتاع الصفحه، وطبعا هنحط الصوره اللي احنا عملناها للقناه بتاعتنا هي. هندوس على الدايره اللي قدامك دي وهنختار الصوره بتاعتنا ونقول له دان. وبعد كده هيطلب منك الاسم بتاع الصفحه، وطبعا هنسمي الصفحه بتاعتنا بنفس الاسم بتاع القناه عشان تبقى كل حاجه مرتبطه ببعضها. وبعدين هننزل تحت ونقول له سيف. هنطلع فوق وهندوس على الصوره بتاعت الصفحه بتاعتنا، ومنها هنختار فيو بروفايل. الخطوه اللي بعد كده مطلوب مننا ان احنا نحط خلفيه او كفر فوتو للصفحه بتاعتنا. هنطلع فوق على اليمين وهندوس على اد كفر ايمج، وطبعا انت هنا ليك حريه الاختيار، ممكن تحط الصوره اللي انت عايزها، بس طبعا انجازا للوقت هنحط الصوره اللي احنا لسه محملينها من شويه، وبعدين نقول له ابلاي. ودلوقتي كل اللي مطلوب مننا ان احنا هنبدا نضيف المنتجات اللي ليها علاقه بالسفر اللي هنبدا نسوقها للمشاهدين. هتنزل لي تحت شويه بالصفحه وهندوس على كرييت اكيت، وبعدين هيطلب منك اسم الكيت او المجموعه اللي انت عايز تعملها، وهنا ليك حريه الاختيار، ممكن تسمي الكيت بالاسم اللي انت عايزه مفيش فيه مشكله. انا عن نفسي هسميها بنفس الاسم بتاع القناه علشان برضو زي ما قلت لك تبقى كل حاجه مرتبطه ببعضها. وبعدين هنقول له نيكست. وبعدين في الخطوه دي بيطلب منك لينك المنتجات اللي انت عايز تعرضها على الصفحه بتاعتك. وطبعا علشان نجيب منتجات ليها علاقه بالسفر ونكون شغالين عليها بنظام التسويق بالعموله، هنروح نفتح موقع امازون. وطبعا مش محتاج افكرك ان انت لو ما عندكش حساب تسويق بالعموله على امازون، هتلاقي كورس هنا على القناه فيه كل التفاصيل والخطوات العمليه اللي انت محتاجها علشان تعمل كل القصه دي. بعد ما هنفتح موقع امازون هنروح على السيرش بار اللي فوق وهندور على منتجات ليها علاقه بالسفر، وبعدين من على اليمين هنا هندوس على السهم الصغير ده وهنختار بيست سيلرز علشان يجيب لنا كل المنتجات الاكثر مبيعا على امازون. وطبعا الجزئيه بتاعت اختيار المنتجات دي حريه شخصيه ليك، ممكن تختار المنتجات اللي انت عايزها، انا بس هوريك ازاي تضيف المنتجات على الصفحه. وتعالى نختار منتج وليكن مثلا الشنطه دي. الشنطه دي زي ما انت شايف قدامك كده اتباعت اكتر من 10000 مره في اخر شهر،
يبقى نفهم من كده ان ده منتج منتشر على امازون وعليه طلب كبير، يبقى ده من المنتجات اللي من الاحسن ان احنا نحطها في الصفحه بتاعتنا. بعد كده هنطلع فوق على شريط التسويق بالعموله بتاعنا وهندوس على كلمه تكست. وطبعا هعيد الكلام تاني، لو انت مش عارف ازاي الشريط اللي فوق ده بيظهر لك او ازاي تعمل حساب تسويق بالعموله، هتلاقي الكورس كامل موجود على القناه هنا. بعد ما هندوس على كلمه تكست هننزل ناخد اللينك بتاع التسويق بالعموله بتاعنا كوبي، وهنروح على موقع كيت ونحطه بيست. ومجرد ما هتحط له اللينك هتلاقي الموقع اوتوماتيك قدر يقرا المنتج، وهتلاقيه يطلع لك الصور بتاعته زي ما انت شايف كده. وطبعا هو بياخد المنتج بالاسم بتاعه زي ما هو، والاسم بتاعه على امازون طويل جدا، فاحنا مش محتاجين كل ده. هنمسح كل الكلام اللي ملوش لازمه ونرجع على موقع امازون ناخد اول جمله بس من الاسم ونروح نحطها في الموقع. وكذلك برضو الوصف بتاع المنتج، هتروح على موقع امازون تاخد الوصف اللي مكتوب وتحطه كده زي ما هو، الموضوع ما فيهوش اي افتكاسات نهائي. وبعدين من هنا تقدر تختار الصوره بتاعت المنتج اللي انت عايزها تظهر للناس على الصفحه. انا عن نفسي بحب اختار اول صوره لان هي بتبقى ظاهر فيها المنتج كله بكل تفاصيله. وبعدين هنقول له اد، وبكده هنحطين اول منتج لينا على الصفحه. ولو عايز تضيف اي منتجات تانية هيبقى بنفس الطريقه بالظبط. وهو ده الشكل اللي هيبقى معروض بيه المنتجات بتاعتك لما الناس تدخل على الصفحه علشان تشتريها. ولو عايز تحط من عندك كده لمسه جماليه وتحط لمجموعه المنتجات بتاعتك صوره وتكون حاجه ليها علاقه بالسفر، تعال اقول لك تعملها ازاي. هنروح على موقع بيكسل ونحاول نختار اي صوره ليها علاقه مثلا بشنط السفر، وبعدين هنيجي على المجموعه بتاعتنا من بره وهندوس هنا، وبعدين نختار الصوره اللي احنا لسه محملينها، وده هيبقى الشكل النهائي للمجموعه بتاعتنا من بره. طيب هل انا ممكن اضيف اكتر من مجموعه؟ يعني مثلا اعمل مجموعه للشنط ومجموعه تانية لمستلزمات السفر المختلفه؟ ممكن. هنطلع على الصفحه بتاعتنا من فوق وهندوس على علامه الزائد، وبعدين هنعمل كرييت ا نيو كيت، وتمشي نفس الخطوات بالظبط. طيب دلوقتي بقى مش فاضل لنا غير خطوه اخيره، هي اننا نحط اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا اللي احنا عمالين نعمل فيها دي تحت الفيديو اللي احنا هننشره على اليوتيوب في الديسكريبشن. هنطلع فوق خالص في الشريط بتاع الروابط وهناخد اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا كوبي، وبعدين هنرجع تاني على اليوتيوب وهنروح على القناه بتاعتنا وهندوس على الصوره بتاعت القناه بتاعتنا من فوق خالص على اليمين، ومنها هنروح على اليوتيوب ستوديو، وبعدين هنروح على القائمه اللي على الشمال وهندوس على كونتنت، وبعدين هنلاقي الفيديو بتاعنا اللي احنا مجهزينه موجود، هندخل عليه. وسواء الفيديو بتاعنا كان خلاص الميعاد بتاعه جه ونزل على القناه او لسه ما نزلش، عادي جدا ممكن تدخل عليه وتعدل زي ما انت عايز. وطبعا احنا مش هينفع نحط اللينك بتاعنا كده زي ما هو في الديسكريبشن من غير ما نفهم الناس ده ايه. هنروح نفتح جوجل ترانسليت وهتكتب الجمله اللي قدامك دي علشان بس تفهم الناس ان اللينك ده فيه منتجات او مستلزمات ضروريه ليهم اثناء السفر. وبعدين هناخد الجمله من جوجل ترانسليت كوبي، وهنرجع على الوصف بتاع الفيديو نحطها بيست، وهنحط تحتيها اللينك بتاع صفحه المنتجات بتاعتنا، وشكرا على كده. وعلشان تبقى عارف لما تحط اللينك دلوقتي في الديسكريبشن مش هيبان لك ان هو لينك، يعني مش هيطلع لك باللون الازرق وتحتيه خط، بس اول ما الفيديو ينزل على اليوتيوب وتيجي تبص في الديسكريبشن هتلاقي اللينك بتاعك متفعل مفيش فيه اي مشكله. وبعد ما هنخلص يا معلم هنطلع فوق وهندوس سيف، وشكرا على كده. كده انا اديتك كل حاجه ممكن تحتاجها، وما اعتقدش ان انا سبت تفصيله كبيره او صغيره ممكن توقفك. ولو انت مستمر لحد الجزء ده معايا من الفيديو، احب اقول لك ان انت من الابطال يا ابني والله، واكيد شفت المجهود اللي اتحط في الفيديو ده يعني. فانا هسيبك لضميرك وتقديرك بقى، وشوف انت عايز تعمل ايه واعمله، عايز لايك كومنت شير اي حاجه، شوف انت عايز تعمل ايه واعملها يا معلم. بص انا عينيا حمراء اقسم بالله وبصرع النوم بالعافيه، فانا مش قادر كده، حلو قوي علينا. بس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس عشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.